ما أحبك بعد بروح ولا أريدك بعد روح. في مشهد صادم لجمهوره، اضطر الفنان العراقي كاظم الساهر إلى إيقاف حفله الغنائي الذي أقيم ليلة أمس في إمارة دبي، وذلك بعد دقائق قليلة فقط من صعوده إلى المسرح نتيجة حملة تنمر إلكترونية شرسة وسوء تنظيم أربك أجواء الحفل. وشهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية هجوماً عنيفاً على الساهر من بعض المستخدمين انتقدوا مظهره وتقدمه في السن، إلى جانب تداول تعليقات مسيئة أثرت على حالته النفسية. ومن جهة أخرى، اشتكى الحاضرون من فوضى كبيرة في عملية الدخول إلى الحفل وتدافع بين الجماهير، إضافة إلى تأخر بدء العرض لأكثر من ساعة بسبب مشاكل تقنية وصوتية. وبدا التأثر واضحاً على الساهر الذي توجه بكلمات مقتضبة إلى الجمهور قائلاً: جئت لأغني بالحب لا لأواجه الكراهية وسوء الاحترام. ثم غادر المسرح وسط تصفيق تضامني من الحضور. الجهات المنظمة عبرت عن أسفها الشديد، وأكدت فتح تحقيق داخلي لمعرفة أسباب الإخفاق، ومن المتوقع أن يصدر مكتب الفنان بياناً رسمياً خلال الساعات القادمة لتوضيح موقفه.